بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. انا ام احمد وهعمل معاكم النهارده كده غدا ما شاء الله تقريبا الكل بيحبه، حاجه كده من اللي بتخش القلب، يا عيني الله عليها. هعمل معاكم النهارده حمام 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 يا جماعه، والله حمام حقيقي. شوية رز كده بالكبد والقوانص، إنما عظمة. بس لو أول مرة حضرتك تشاهديني، بفضل الله يستأمر بقى حطي لايك وكمان اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهات جديدة حبيبة قلبي. ويا ريت تشيروا الفيديو كده عشان الكل يستفيد. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه النهارده. يلا بينا. معايا أول حاجة كده هجهز الرز بتاع الحمام بتاعنا. معايا هنا طاسة نزلت فيها كده بشوية من الزيت، عليهم بصلتين حلوين كده متوسطين متقطعين مكعبات صغيرة، وحطيتهم كده وهبدأ بس ايه اشوحهم كده، ادب البصل تتبيلة خفيفة. تمام. هنزل عليهم بشوية من الكبد. انا هنا ركنت القوانص في جنب وخليكم معايا نشوف هنعمل بهم ايه. تمام. هنا بقى كبد الحمام، وكان معايا كمان كام كبداية كده في التلاجة بتوع الفراخ، قطعتهم زي ما انتم شايفين ونزلت بيهم كده على البصل. تمام. هنزل عليهم بقى بالتوابل بتاعتنا، وهي معلقة كده صغيرة من الفلفل الأسود، السبع بهارات، بابريكا، بهارات الفراخ، ونص معلقة من القرفة، ومعلقة كده من الجنزبيل، وطبعا الملح. وهبدأ بقى ايه اقلبهم مع بعض كده واشوحهم لحد ما ايه اشم ريحة كده التوابل دي. تمام. قلبي كده وشوحي وشوحي ولوحي لحد ما تشمي ريحة التتبيلة بتاعتك او البهارات اللي احنا نزلنا بيها كده على الكبدة. تمام. لحد ما تبقى بالشكل ده. ايه رأيكم بقى؟ مش عايزه اقول لكم الريحه بقى تجنن. انزل عليهم بالرز. الرز هنا مغسول ومنقوع، والكميه اللي انا استخدمتها كوبايتين كبار. تمام. عشان انا عايزه اعمل كميه كده عشان الولاد بيحبوا ياكلوها كده. تمام. وابداي بقى شوحي الرز كده في الخلطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا الخطوه دي مهمه جدا، انك تقلبي قوي في الرز. تمام. افضلي شوحي فيه شوحي فيه شوحي ولوحي يا ستي، احنا ورانا ايه؟ قلبي كده لحد ما تسمعي صوت شخشخة الرز كده اللي هي ايه تزييقة. تمام. هنزل عليهم بنص قرن فلفل كده حامي. وده اختياري. تمام. مش عايزاه خلاص، بس احنا بنحب ايه الحاجة كده فيها سنة ايه شطشطة كده خفيفة. تمام. واقلب برضو اشوح اشوح، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين اتنين ونص من المية. تمام. انا هنا بستخدم كوبايه صغيره في الميه، اما الرز كنت معايره بالكبير عشان ما تقوليش انتوا حاطين الميه قد الرز وكده، لا طبعا خالص مش قدها. وبرضه ايه دوبك بس هقلبهم تقليبه خفيفه كده، وهغطي عليهم لحد ما يتشرب الميه. انا مش عايزاه يستوي تسويه كامله. انا هسويه بس كده، يعني إيه تسويه الا ربع يعني 75%. تمام من التسوية. وهنا خلاص كان وصل للي انا ايه عايزه كده. هو كده حلو قوي ما شاء الله. حطيتوا اللايك بقى ولا لسه؟ بسرعه كده حطوا اللايك حبيبه قلبي عشان هو اللي بيرفع الفيديو. وكمان قلت لكم قبل كده ان اللايك ده مش بيكهرب ومش بفلوس. هنا طبعا معايا كميه كده من الحمامه اهيت مغسوله كويس قوي ومتنضفه، هي جايه اصلا متنضفه. تمام. ولكن طبعا عدت عليها وغسلتها ونقعتها كمان في المحلول اللي انا بعمله، اللي هو عباره عن دقيق بقى وملح وليمون وايه وشويه جنزبيل كده وطماطمايه، ومش عايزه اقول لكم معلقه سكر. وسيبيه بقى كده بالصلاه على النبي في الميه كده ما شاء الله مع السكر كده، هتاخدي حمام سكر. طيب الرز بتاعي خدت منه كده شويه على الصينيه، عشان طبعا انتوا عارفين ان انا هكمل تسويه الرز الباقي. تمام. وما تاخديش طبعا لما تيجي تحشي مثلا ممبار او تحشي حمام او حاجات من دي، ما تبقيش تحطي الحمام في الرز كله، خدي حبه بحبه. تمام. وما تخلصي واحتاجتي خدي تاني. فردتهم كده على الصينيه زي ما انتم شايفين، وابدأي بقى احشي الحماميه كده. طبعا بحط من بطنها ومن بين الجلد وكده واللحم، وكمان حشوة الزور. بس حاولي ما تكتميهاش قوي عشان ما تفرقعش منك. خلاص كده انا كان معايا كده واحده او اتنين هم اساسا جايين يعني الحمد لله. مش يعني كانوا فيهم ايه تقطيع صغير بس عادي، يعني كله بيعدي وكله بيمشي. بصوا زي ما انتم شايفين حشيت كده القناصه بقى اللي انا قلت لكم انا سايباها ليه، بقفل بيها كده من ورا، وبقوم مكتفه الحماميه اهو. شفتوا حطيت القناصايه كده اهوت، وبقوم مكتفه الحمام. خلاص خلصت بقى طبعا الكميه كلها، وجبت هنا الصينيه قطعت فيها بصلايه وطماطمايه وجزرايه، رشيت عليها شويه ملح، شويه من الفلفل، وحبيتين كده ايه من القرنفل مع الكباب الصيني، ورصيت عليهم الحمام زي ما انتم شايفين كده.
هنزل عليهم كمان بكوبايتين من الميه. تمام. بصوا بقى احنا بنحاول نقتصد على قد ما نقدر. المفروض بقى هنغلف بقى بورق الزبده وورق الفويل، واحنا طبعا ما عندناش الحاجات دي. هنقف؟ لا طبعا مش هنقف. جبنا ايه؟ جبنا كده الصينيه التانية بنفس المقاس وغطيت بيها ودخلتها الفرن، وما شاء الله طلع بقى بالشكل ده واستوى زي الفل. وقلت لكم الحماميه اللي كانت مقطوعه فرقعت هناك، يا شفتوها؟ شفتوها؟ هنا بقى انا هحمره النهارده على النار من فوق. انا عملت معاكم قبل كده الحمام الكذاب وعملت السمان، بس كنت محمراه في قلب الفرن من جوه طبعا، مع دهناه كده بالطماطم وشويه بهارات، وحطيته في الفرن. النهارده بقى هحمره زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. حطيت شويه زيت ومعاهم معلقه سمنه، واول ما سخنوا حطيت الحمام بتاعنا، وما شاء الله زي ما انتم شايفين. ايه ده حمام ولا بط يا جدعان؟ خلوا بالكم من الحمام عشان الحمام ما يطيرش. ده حمام ولا بط بصراحة؟ ما شاء الله بجد. يعني النهاردة أول مرة أحشي معاكم حمام على القناة، بجد حمام حقيقي، ها مش كداب. تمام. هنا الرز بتاعنا بقى اللي احنا عملناه هو اللي انا كملته تسويه، جرنشته لهم كده بالخيار والطماطم، واداني له رشه من البقدونس. وعندك بقى ده الصوص اللي انا وريته لكم، ده الخلطه اللي كانت تحت الحمام، البصل مع الطماطم مع الجزر، ضربتهم كده بالهاند بلندر. تمام. وظبطت بقى الملح بتاعهم. ما شاء الله مش عايزه اقول لكم كده طعمهم في حته تانية خالص، حاجه كده جميله جدا. واهم حاجه بقى يا جماعه انك بصي تقدمي الاكل بتاعك بشكل حلو، عشان العين بتاكل قبل البق. تمام، كلنا متفقين على كده. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم النهارده، ونكون خلصنا الغدا. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشير، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو محفز زيكم كده. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ومع السلامه.